ولكن كما قلت فمنتخب قبل 17 سنة، منتخب في طور التكوين وكيحاول انه يقدم كل ما عنده. هذه فرصة في الخط الأمامي، البحث عن تمرير، تسديدة كترتطم أحد اللاعبين كتمشي مباشرة عند الحارس. بداو كينهجوا المرتد السريع، بداو كينهجوا الكرات السريعة بإقصاء خط الوسط والبحث عن الكرات في الخط الأمامي مباشرة. كرة منصف زكري، منصف في الوقت اللي منصف زكري والبقيه خصهم يزيدوا للامام. كنشوف بان هناك انتشار ديال لاعبي منتخب البرتغال. تدخل الحكم كيشوف بانه مخالفه، وهو بيحاول انه يوقف امام هذه العمليه الهجوميه، امام هذه الانطلاقه. احمد ما ننساوش ان عنده بطاقه صفراء في المقابله الماضيه، والان يحاول يوقف هذه العمليه الهجوميه قبل الانطلاقه ديالها. يوان بيريرا، وكانت كيف التدخل ديالو احمد موهوب، تدخل كنقصد به الحوار ديالو مع الحكم باش ما يشارش بطاقه صفراء ثانيه. كره في الجهه اليمنى، رجعت مره ثانيه بهذه الكيفيه مغربيه، الانطلاقه، الانسدال، البحث عن امكانيه ديال الكرات في الخط الامامي. موب كيراوغ اللاعب الاول كيبحث عن التمرير الجهه اليمنى. بالفعل هذه عمليه هجوميه، تمرير عرضيه داخل منطقه الجزاء والى خارج رقعه الملعب. يا نبيل يا نبيل يا با، اليوم كل شيء لم يكن كما كان متوقعا. يا با اليوم لم تكن الأمور نعم في الطريق الصحيح، لأنه اليوم كنا نشوفوا على أن المقابلة الأولى أمام منتخب اليابان كبوة، وهذه مباراة الانطلاق والاستيقاظ في هذه الكأس العالمية، ولكن حدث ما حدث. 6 أهداف في شباك المنتخب الوطني في انتظار مقابلة مقبلة أمام منتخب كاليدونيا. هذه الغله التهديفيه نتمنى انها ما تاثرش بشكل كبير على مساله التاهل، لانه لحد الساعه 8 اهداف كامله في شباك المنتخب الوطني المغربي دون ان يسجل ولا هدف. كنلاحظوا محاولات من الجهه اليمنى